أكيد كلنا مرينا بالإحساس المحبط ده، إن الواحد يقعد ساعات طويلة بيذاكر حاجة أو يتعلم مهارة جديدة، وبعدين بعدها بشوية يحس إن كل حاجة اتبخرت، كأن مفيش حاجة حصلت أصلا. طيب في الشرح بتاع النهاردة هنشوف إزاي ممكن نحل المشكلة دي. المقولة دي بصراحة بتلخص كل حاجة. تياجو فورتي بيقول مخنا موجود عشان تجيله أفكار، مش عشان يخزنها. يعني إيه الكلام ده؟ فكر فيها كده. المخ ده مش هارد ديسك، هو أشبه بالسي بي يو بتاع الكمبيوتر. وظيفته الأساسية إنه يفكر ويربط الأفكار ببعض ويبدع. فلما نيجي إحنا ونحاول نستخدمه كمخزن للمعلومات وبس، بنبقى بنستخدمه غلط. وده بالظبط سبب الإحباط اللي بنحس بيه. وهنا بقى بيجي السؤال اللي بيوجع. بنقضي ساعات وساعات بنقرا وبنسمع وبنتفرج. طب كل المعرفة دي، كل الوقت والمجهود ده، راحوا فين؟ ساعات الواحد بيحس إن المخ ده عامل زي المصفاية، مهما تحط فيه معلومات بتقع من الناحية التانية. هل ده معناه إن كل تعبنا بيروح على الفاضي؟ طيب كفاية كلام عن المشكلة، خلينا نتكلم في الحل. وبدل ما نفضل نعافر مع مخنا ونجبره يعمل حاجة هو مش معمول عشانها، إيه رأي حضراتكم لو نعمل حاجة تانية خالص؟ نبني له مساعد، نظام خارجي يدعمه. المفهوم ده اسمه بناء مخ تاني. يعني نظام ممكن يكون على أي تطبيق ملاحظات زي نوشن أو ايفر نوت، نستخدمه عشان نحفظ فيه كل الأفكار المهمة والإلهامات اللي بتجيلنا. بس خد بالك، الموضوع مش مجرد تدوين ملاحظات وخلاص. لا، دي منهجية وليها طريقة منظمة عشان نستفيد منها بجد. يعني باختصار، المخ التاني ده بيعمل إيه؟ بيخلينا نسجل أي فكرة حلوة تيجي في بالنا قبل ما تطير. بيساعدنا نلخص أي محتوى بنشوفه، بينظم لنا كل المعرفة دي عشان نلاقيها بسهولة لما نحتاجها. والأهم من كل ده، بيخلينا نشوف الروابط بين الأفكار المختلفة، وده هو أساس الإبداع. لما نعمل كده، إحنا بنحرر مخنا الأصلي من مهمة الحفظ، وبنسيب له المساحة يعمل اللي هو شاطر فيه، يفكر ويبدع. تمام قوي. يبقى احنا كده معانا نظام خارجي بيخزن كل حاجة، بس ده يحل نص المشكلة بس. لسه في سؤال مهم، ازاي بقى نخلي المعلومات اللي فعلا عايزينها تلزق في مخنا وما تتنسيش؟ هنا بقى لازم نلجأ للعلم. واحدة من أهم الظواهر في علم الذاكرة هي تأثير التباعد. دي حاجة اكتشفها عالم اسمه هيرمان إيبنغهاوس من زمان قوي، سنة 1885. واكتشافه ده بيورينا إن طريقة المذاكرة نفسها ممكن تكون أهم من اللي بنذاكره. القصة كلها مش في كمية المذاكرة، القصة كلها في توقيت المذاكرة. والمقارنة دي بتوضح الفرق بالظبط. على اليمين عندنا طريقة الزنقة أو الحشو اللي كلنا عملناها قبل الامتحانات، بتحسسك إنك بتنجز، بس في الحقيقة المعلومة بتتبخر تاني يوم. أما على الشمال عندنا التكرار المتباعد، يعني تراجع المعلومة على فترات متباعدة بتزيد مع الوقت. الطريقة دي ممكن تحس إنها أصعب شوية، بس نتيجتها إن المعلومة بتتحفر في الذاكرة طويلة المدى. بس التباعد الزمني ده مش هو السلاح الوحيد اللي معانا. في أداة تانية يمكن تكون هي أقوى أداة في مخنا كله لتثبيت الذاكرة. والغريب إن الأداة دي بتشتغل بأحسن كفاءة ليها وإحنا مش واعيين أصلاً. خلونا نبص على الدراسة دي عشان نفهم. تصميمها عبقري في بساطته. جابوا مجموعتين من الناس خلوهم يتعلموا نفس الحاجات بالظبط. الفرق الوحيد بينهم كان في اللي حصل بعد جلسة التعلم دي على طول. مجموعة نامت والمجموعة التانية فضلت صاحية. والنتائج كانت واضحة جدا. المجموعة اللي نامت افتكرت المعلومات بشكل أفضل بكتير، وده بيثبت لنا حاجة مهمة قوي. النوم مش مجرد إعادة شحن أو وقت ضايع، لا، دي عملية نشطة وفعالة جدا. المخ بالليل بياخد كل الذكريات والمعلومات الجديدة اللي اتعلمناها طول اليوم، ويبدأ يفلترها ويثبتها ويخليها أقوى وأكتر مقاومة للنسيان. لغاية دلوقتي احنا معانا نظام عشان نسجل فيه كل حاجة، ومعانا علم بيقول لنا ازاي نثبت المعلومات دي. جميل جدا، بس ناقص حتة أخيرة في البازل ده، الاستراتيجية. في عالم زحمة والمعلومات فيه في كل حتة والوقت محدود، نركز على ايه بالظبط؟ وهنا بتيجي قاعدة مشهورة جدا اسمها قاعدة 80-20 أو مبدأ باريتو. القصة بدأت مع عالم اقتصاد إيطالي اسمه فولفريدو باريتو. لاحظ حاجة غريبة، لاحظ إن 80% من الثروة الأراضي في إيطاليا مملوكة ل 20% بس من الناس. والأغرب إنه اكتشف إن المبدأ ده بيتكرر في كل جوانب الحياة تقريبا. الخلاصة، مش كل المجهود بيؤدي لنفس النتيجة، في أسباب قليلة هي اللي بتسبب معظم النتائج. والصورة دي بتلخص المبدأ ده بشكل مثالي. تخيل إن 20% بس من مجهودك ممكن يجيب لك 80% من النتائج اللي عايزها. فكرة مذهلة، صح؟ الشطارة كلها بقى، أو التحدي الحقيقي، هو إننا نعرف فين ال20% دول في حياتنا أو في مذاكرتنا. طيب إزاي نلاقي ال 20% المهمين دول في المذاكرة؟ الموضوع بسيط ومحتاج شوية تفكير استراتيجي. بدل ما نذاكر كل حاجة بنفس الأهمية، نعمل الآتي: أولاً، نمسك الامتحانات القديمة ونشوف إيه الأسئلة والمواضيع اللي بتتكرر دايماً. ثانياً، نشوف أهداف المادة الدراسية نفسها، إيه اللي الدكتور أو الكتاب بيركز عليه.
ثالثاً نحلل توزيع الدرجات عشان نعرف إيه الأجزاء اللي وزنها أكبر. وأخيراً ودي الأهم، نحدد المفاهيم الأساسية اللي لو فهمناها باقي المنهج هيبقى أسهل. بالطريقة دي بنوجه مجهودنا صح. طيب، بعد ما شفنا كل الأجزاء دي، النظام والعلم والاستراتيجية، تعالوا بقى نجمعهم مع بعض في منظومة تعلم متكاملة وقوية. المنظومة دي عاملة زي حاجة بتدور وبتغذي نفسها. أول حاجة بتسجل وتجمع المعلومات في مخك التاني، بعدين بتستخدم التكرار المتباعد عشان تشفر المعلومات دي في ذاكرتك، وبالليل النوم بيجي عشان يثبت كل ده، وفي الآخر بتستخدم قاعدة 80-20 عشان تعرف المرة الجاية تركز على إيه. كل خطوة بتسلم للي بعدها وبتخلي العملية كلها أقوى وأكتر كفاءة. فالنقطة المهمة اللي لازم نطلع بيها من هنا هي إن الموضوع مش حيلة سحرية واحدة، مفيش خدعة واحدة هتحل كل حاجة. القوة الحقيقية بتيجي لما ندمج كل العناصر دي مع بعض، لما يكون عندك نظام وعلم واستراتيجية بيشتغلوا سوا، وقتها بس بتقدر تخلق عملية تعلم فعالة ومستدامة بجد. وهنا أحب أسيبكم مع سؤال أخير تفكروا فيه. تخيل لو عندك القدرة تتعلم أي حاجة في الدنيا وإنت متأكد إنك عمرك ما هتنساها، إيه هي الحاجة الواحدة اللي هتختار تتعلمها؟ الإمكانيات اللي ممكن تتفتح ساعتها لا نهائية.